البنت البنت يعني، وعايزين شهاده ميلاد يكتبوا فيها ايه بقى؟ يكتبوا فيها ان الام مش البنت، الام هي ام البنت، يعني مرات الراجل. طب ثانية واحدة من فضلك. حق الرد مكفول ثانية يا واحدة سيادة المستشار. من فضلك. حق الرد من فضلك. مكفول لأي حد. اقسم بالله اجيبك ملبوس. محمود اي ما تنزلش الفترة ليه محمود؟ والله يا اخي الواحد زهقان وما عادش بيعمل حلقات، ما يلا يا عم نعمل حلقه. يلا بينا. يلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم، معاكم محمود السيد. الخلفيه؟ عارف ان كل الناس كتبت لي في الكومنتات محمود غير الخلفيه، محمود غير المكان اللي انت بتصور فيه. يلا يا محمد. اي يلا عشان نشيل المكان ده. يلا استنى يا محمود، خلفية دي يا محمود اللي عامله لك المجد يا محمود، خلفية دي اللي جابت لك 1,100,000 مشاهدة يا محمود، و500,000 مشاهدة، و600,000 مشاهدة يا محمود. شيلها ازاي؟ شيلها ازاي كده اهو. يلا نبدا. النهارده اول حلقه من برنامج المش ممكن. المش ممكن هو برنامج ساخر من البرامج التلفزيونيه او الحاجات اللي بتترفع على اليوتيوب، اذا كانت تحديات، اذا كانت مواقف، اذا كانت اي حد اترفع على اليوتيوب بشكل غبي. طب ماشي تمام. طب يعني ايه المش ممكن؟ يعني معناها ايه المش ممكن؟ يعني بص كده، لما يحصل موقف غريب مثلا قدامك بيكون مش ممكن، مش معقول، بس بقى بطريقه ساخره مثلا، بس هي ديت هتتقال على المواقف الرخمه او الساذجه. فواحد تاني كده تشوفه بيعمل ايه مواقف غريبه يقول مش ممكن على اللي انت بتعمله، بجد مش ممكن يعني. يلا نبتدي. في البدايه نحب نتكلم عن فتاة الشيزلونج. ما زالت فتاة الشيزلونج. انتوا فاكرين فتاة الشيزلونج اللي هي ذات ال40 وجه دي، اللي بتطلع مره للعفاريت ومره تطلع مع على عربيه امن مركزي ومره تطلع بتحفر في قناه السويس. فتاة الشيزلونج دايما بتحب تتكلم عن مواضيع هادفه، مواضيع مهمه، تحب تساعد المجتمع، تحب تساعد الناس، دايما بتحب تحل المشاكل، ودايما يعني انسانه كده مع الناس، مش هتدفع اعلانات خالص وتجيب فيوز. لا لا لا، مش يعني مش فارق معاها الفيوز خالص، يعني ما بتدورش على الاعلانات عشان تجيب فيوز والكلام ده كله. اهم حاجه عندها تكون موضحه الناس الرساله وبتتكلم بطريقه اي حد ممكن يفهمها. الام مش البنت، الام هي ام البنت، يعني مرات الراجل، يعني هما راجل وست مخلفين بنت. لا، ام وعندها بنت، والبنت عندها اب، والاب متجوز واحده، مش واحد، اب متجوز واحده، وام وبنت. يا اخي لا يا اخي، يا اخي مش كده، اقسم بالله ما هو كده يا ارهام. امه ازاي يعني عندها واحده عندها ام واب؟ ازاي ده؟ مفيش الا كده الاتنين في العالم بس اللي عندهم الحاجات دي. مش مهم. لا لا لا، مش كده، مش هنركز على كلامها دايما يعني، لان كلامها بيبقى نص سكوت، يا اما قاعده ساكته يا اما بتتكلم كلامها مش منطقي. بس لا، بس دايما بتحب تساعد الناس وما بتحبش تفضح حد. لبسنا البنت النقاب عشان لو حطينا حاجه على وشها برضو ممكن يبان ملامحها، عشان تقدر تكمل حياتها بطريقه سليمه. شايفين ريهام سعيد قد ايه انسانه كويسه وما بتحبش تفضح حد؟ جابت الانسانه وهتلبسها نقاب علشان ما حدش يعرفها، علشان تعرف تكمل حياتها. فعلا هي ديت المثل الصح. المستشفيات اللي انا اكشف عليها هناك، لما راح وداني المستشفى ومشى. حضرتك ما حسيتيش طول الوقت ده ان في حاجه مش طبيعيه؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ايه ده ايه ده يا ريهام؟ انت بتقول ايه؟ انت بتقولي هتلبسها نقاب علشان ما حدش يعرفها، تمام؟ فانت ملبسها بنتها نقاب وظاهره معاها عادي، لابسه هدومها عادي وطالعه. لا لا لا، ده كده صح، ما حدش يعرفها خالص يعني. كده اللي هيروح يتقدم ليه مش هيعدي على امها طبعا، لا اصل ابوها في السجن، انتوا واخدين بالكم؟ فمش هيعدي كده. يا ده انت فعلا انت فتاة شيزلونج، بنت تنفذ لونج. انت متخيل معاه ملبسه بنتها نقاب عشان ما حدش يعرفها، تمام؟ ومطلعه صوره امها عادي، يعني المفروض كانت تلبس امها نقاب كمان، لا ده سابت امها عادي على اساس كده خلاص بقى ما حدش هيعرفهم خالص كده. اللي هيروح يتقدم للبنت مش هيعدي على امها، فهيشوف امها. انت عايز تفضحيها ولا مش عايز تفضحيها؟ يعني قولي انا عايز افضحك النهارده وهطلع ميتينك وهتتفضح على الملأ الاعلى النهارده وكل الناس هتعرف انك حصل فيكي كذا كذا كذا. لا 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 لا، ده انت بجد يخرب بيتي. معانا تاني شخص اسمه نائل البراشي. نائل البراشي ده دايما يحب كده يجيب اتنين زعلانين من بعض يجي يصالحهم، لا ما يصالحهمش، يجيبهم يتعاركوا مع بعض،
يجيب مشاهدات، عايز اعلانات، يجيبهم الاثنين يطلعوا مسكين. انتوا طالعين النهارده مش عشان اصالحكم، انتوا طالعين النهارده عشان تموتوا بعض من الضرب. اسمع بس انت كلام. ماشي كويس انا خلاص. جيت لك احتراما ليك. طيب خليه لما يقول كذب، ما انت بتقول كذب، ما انت بتتهمه جيب سيره بالكذب. زوجتي. خلاص اسكت انت تسمع انت. لو سمحت انت لا هو اسمع لما اتكلم على مراتي وولادي هو اسمع. هو اسمع. نطلع فاصل يا جماعه، نطلع فاصل يا جماعه، نطلع فاصل. في الايام الاخيره من برنامج 10:30 مساء مع نائل الابراش استضاف عده اشخاص بيغنوا اغاني شعبيه، وطبعا جاب الشخص اللي هيتعارك معاهم مع الناس اللي بتغني. لازم يجيب حلمي وحلمي يتعارك معاهم، واخد بالك؟ ما هو المهم لازم يحصل زعيق يصعق. المهم شاهد الشخص الذي صرخ وزعج، شاهد معرفش، هو بيحب الحاجات دي. وانت كنت عامل الست كانت عايزه، الست عايزه راجل. قبليه بشهر اتلقيت الاغنيه بتاعته. طب اشرح فقط لي الاغنيه الست عندي. عايزه راجل. وليه بتلعبوا على الايحاءات يا مش ايحاءات يا استاذ، ده مش ايحاء. الست عايزه ايه؟ ايحاء يا ابني، يا ابني ايحاء والله. مش عايزه راجل يصرف عليها. هو انت بس انت قصد يصرف عليها ولا طبعا. لا مؤاخذه؟ انت واخد بالك يا استاذ حلمي؟ انت الست عايزه راجل، لا لا لا، انت بتلعب على الاحاد. المهم ان الاستاذ حلمي فاهم غلط، الراجل قال له الست عايزه راجل يصرف عليه. انت بتهزر انت كمان، انت بتتكلم ايه؟ انت عايز تطلع من الموضوع وخلاص. الست عايزه راجل، انت قصدك حاجه تانية. اطلع منها. معاك في هاتي بوسه يا بنت. هاتي بوسه يا بنت. ما هي ده ما فيش واحد لما يصحى كده على بنته لا هاتي بوسه يا بنت. طب ليه تحرش دلوقتي بقى؟ تحرش. لا مش لا تحرش. ازاي بقى؟ انا لما اصحى لبنتي لحد دلوقتي لا هاتي بوسه يا بنت. لا يا بنت، بنته مثلا والله طفله صغيره. هو جاب بنت معاه صغيره ومشي بيها هاتي بوسه يا والله. بنت. للمره الثانيه بتفهموا الراجل غلط، يعني الراجل كل شويه يوضح لكم الكلام. انتوا دماغكم وحشه. انت الراجل الابراش والراجل اللي جايبه دي دماغهم بيفهموا بالغلط. الراجل هنا كان قصده الست عايزه الراجل اللي يصرف عليه، يجيب لها اكل تشرب. لا وحشين، ما تفهموش غلط. تاني حاجه هات بوسه يا بنت، هات حته يا بنت. الراجل كان قصده على بنته، عنده بنت صغيره كل يوم يقول هات بوسه يا بنت، هات حته يا بنت. البنت دي كانت كل يوم تروح تشتري نايت وبسكوت، يجي يشوف قال لها هات حته يا بنت، طب هات بوسه يا بنت. فكان مزهقكم والله في البيت. والله العظيم استضافوني في قناه الحياه. جت منين الفكره دي؟ قلت لهم في واحد بيبيع جيلاتي تحت البيت، نزلت جبت البيت الجيلاتي فبقول لها هاتي حته يا بنت. قالت لي لا. قلت لها طب هاتي بوسه يا بنت. بس كده تكون انتهت اول حلقه من برنامج المش ممكن. انا النهارده احب اسمع ارائكم جدا في الكومنتات. يا ريت كل الناس تقول لي رايك في البرنامج، يعني استمر ولا لا، وايه رايكم في الخلفيه. الخلفيه بقت خلاص ما عادش ليك حجه انك تعمل اشتراك. اعمل اشتراك بقى ولايك بقى، ما عادش ليك حجه. الخلفيه وتغيري، تعمل لايك بقى واشتراك في القناه. وما تنساش تتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك والانستجرام. كان معاكم محمود السيد، سلام. Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. She messed with the temperature. Hard wrote the song, but I am the messenger.